ودلوقتي هنشرح. مستر ابراهيم، انا جاي لك في شكوى. ما بص، ايوه مع حضرتك، اتفضل بس اقعد اهدى. انت فاهم دلوقتي انا حاسس ان انا مخلف سمكه. الولا كل ما احفظه كلمتين نخلص نيجي نسمع ما فيش، فقد الذاكره. فشوف لنا حل في المذاكره لان الموضوع بايظ. طب بص، خليني اقول لك حاجه. المذاكره عامله زي الاكل، يعني انت ممكن تاكل كتير بس ما تستفادش لانك بتاكل اكل غير صحي. فممكن ابنك يذاكر كتير جدا 4 ساعات مثلا بس ما يطلعش منهم بنص ساعه فيه. ليه؟ لانه ببساطه كان بيذاكر غلط او بيحفظ من غير ما يفهم اللي هو بيذاكره. يعني الفكره مش في المذاكره ذات نفسها قد ما الفكره في طريقه المذاكره. يعني انا مثلا كمدرس اهو، انا عايزه ايه؟ انا عايزه يفهم، يسمع الكلام، يراجعه كويس، يلخصه، يكتبه، يحط افكاره متسلسله، وطريقه المذاكره نفسها تكون سليمه. زي مثلا عندك طريقه زي البومودورو مثلا، ودي طريقه بسيطه خالص اخترعها واحد ايطالي كان بيذاكر على منبه كده عامل شبه الطماطميه، وسميت بومودورو يعني طماطمه بالايطالي نسبه لهذا الموضوع. وهي فكرتها بسيطه، ان احنا بنجزأ المهمات بنكررها ورا بعض للمخ. لما بيقعد مره واحده يذاكر متواصل كده المخ ذات نفسه بيفصل، فاحنا عايزين نريحه على فترات. فهي فكرتها بسيطه خالص. احنا بنجيب مثلا منبه نحطه جنبنا او تايمر، نظبط على المنبه ده مثلا 25 دقيقه، ثم يجيب مثلا اي ماده او اي جزئيه هيذاكرها ويستمر في مذاكرتها بدون اي مشتتات. مفيش جنبه فيسبوك، مفيش جنبه انستا، مفيش جنبه موبايل اطلاقا، مفيش جنبه اي حاجه تشتته، مفيش روح هات لي مشوار. هو ال 25 دقيقه قاعد على الكتاب، هيقعد هيذاكر. بعد كده هيفصل 5 دقائق، يقوم في ال5 دقائق دول يجري لكم في الصاله لو هي بنت تزغرط، لو يعمل اي نشاط، يشرب بقه ماء ويرجع. ثم بعد كده يفصل، يخش 25 دقيقه تانيين، ويستمر على كده 4 مرات لحد ما يجيب 100 دقيقه. 25 25 25 25 ثم 4 مرات فواصل، ثم كده خلاص كمل دورته الجميله. يبدا ياخد فاصل كبير شويه، نص ساعه، ينزل 2 ضغط، يجري في الصاله، ياخد راحته، يتغدى، يشرب شاي. المهم يعملها بهذه النمط. ففكره الراحه في النص دي بتخلي المخ يستعيد نشاطه انه يذاكر اول باول باول. ثم ما تنساش ان المذاكره كده كده اصلا حاجه تقيله على نفسيته، لانها حرمه من اللعب وحرمه يكون مع اصحابه في البلاي ستيشن دلوقتي. فاحنا عايزين ايه؟ نجيبها له بالتسلسل، مش انه يدنه بال6 ساعات. الموضوع مش بالكميه، احنا عايزين جوده يا فندم وبس. ولو عندك اي مشكله تاني المره الجايه ان شاء الله برجع لنا ونحلها لك باذن الله. هذا ولا التوفيق، والسلام عليكم.